دابا وصلنا للمرحله ديال ترخيم الحائط. غادي نديرو الجو الازرق والكحل. خويا الصح بزاف لدرجه ما قدرتش كاع نديرو الباب مسدودين. مول المحل ما جابش لي السالو تاع هاد الباب. بديت في التيبو ديال الرخام، مازال هذه غير البارتي الاولى. اخوان كندير 3 ديال اللوينات باش غيبانو ليكم هكا باش ما يجيونيش. مازال ما نشفش، فاش غادي نشف عاد تبان لكم النتيجه النهائيه. ايوا فوالا سالينا. الحمد لله الديزايني راه غادي هو هذاك. انا كتلعب على اللوينات اللي يكونوا خفاف. هاد اللوينات ما غيبانوش بزاف، ولكن كيعطيو واحد النظره واحد الجماليه بان المحل راه مابقاش كيف ما كان في الاول. مازال حتى هادو تا هما غادي ينزلوا منهم واحد الريقات ديال الرخام، وباقي هاد البلاصه هادي. وبحال هكا غادي نقول بانه انا راني وصلت النص ديال الخدمه. يعني بقات ليا واحد اليومين ديال الخدمه هنايا وغادي نسالي، وغنمشي عاوتاني ان شاء الله ونترزقوا الله في بلاصه اخرى ان شاء الله. هاد البلايص كاملين اللي درت انا ديال الصفر كنديرهم من الفوق، ما كنخليهمش بيض، لان هذا محل ماشي بحال الدار ما كنديرش ليه انا بحال هاد الزواق هادو في الديور. ما كنديرش هاد الزواق كاع نهائيا. كندير شي حاجه سامبل لانه غطلع محل، لا، حيت واحد كيجي كدوز سيمانه عاد تيعاود يجي ويقدر يجي على شهر. هاد البلايص كاملين اللي كيبان لكم صفرين هما فين غادي يدوز السكوتش. فاش غندوز الديكور ديالي غنحيد السكوتش، غادي يبان لك هذيك البلاصه كلها صفراء ومفينيه، وغيعطي واحد الجماليه زوينه للمحل. وغادي ننزل عليه كامل، غادي نضربوا بالجويه. انا كيقولوا لها الجويه في المغرب، تيقولوا لها خيال. غير هنايا كاين واحد الماتيريال كما كنقولوا ماتيريال اخر كيتخدم بالشتاء. غادي نضرب هاد البلاصه هادي كاع كامله. هادي اللي فيها الصفر غادي تجيب الكحل، هذا غادي يجيب اللون ديال يعني بحال قلت ماشي بحال قلتي البلون كاسي فيه الكولورانتي. هادي غادي تجي بالكحل، وهادي غتجي بالكحل. هاد النهار هذا كيستاهل بزاف لدرجه والله ما قدرت نخدم بالله. ولكن مع ذلك بدات الفينيسيون، فهمتيني. هذه هي البارتيه مون ما غاديش نوريها كامله، تسلم من بعد باش تشوفوا المحل كامل. خدمت على هاد الريقات اللي درت لهم اللون الصفر، وهنا ضربت بالكحل. هنا لون مفتوح وهنا لون مفتوح باش يبقى لهيه لون مفتوح فين غادي نحط فيه هذه الموبل الكحل. وفيها هاد الستريتشات بيضين، يعني لعبت انا على الابيض والكحل كيف ما شفتوا معايا في الاول. من بعد منا فاش غادي نحط البارتيات كاملين غادي يجي داكشي ديكوري وخفيف وظريف. ايوا فوالا هذه هي الخدمه. سالات تقادات تصايبات كلشي تحط في بلاصتو. باقي لي هذيك البارتي غندوزها بديكور كحل باش ما يكونش عندي اختلاف. وهذا هو الرخام تيبو ديال المارمون حتى هو طلعت فيه مزيانه. القضيه اللي كنلعب عليها انا هنايا شنو هي؟ هو الانسان فاش كيجلس في هاد الطبله هادي كيشوف اللور. فاش اللور كيعطيه واحد لومبيونس، واحد الجماليه، يعني كيكون مرتاح. عنده ديكورات، عنده هذيك التصويرات تبان ليا عوجه غادي نصايبها. انا شفتها دروك. هنا هذا هو التيبو ديال الرخام، حتى هنايا كيدير مزيان. قديت ليه الفوطويات بجوج هنايا. في الاول الا شفتو نتوما هذا كان هنا، كان في هاد البلاصه هادي، هزيته حطيتو تماك باش يولي اونفاس للدخله، عطاتو شويه الجماليه. هادوك اللي تيغسل فيهم الراس ملصقهم مع الارض ما هو خاصهم يدوروا. ما عندي كي غادي ندير الداخل اللي مع الداخل ما خاصناش ندير. هو غادي يبقى لي الاورغانيزاسيون ديال المحل، لان هادو حتى هو خدمه. هذا هو المحل في الاخر ديالو. كان بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، دابا ولا بحال هكا.